مرحبا لكل أهلي وناسي بسوريا العزيزة والحبيبة. بالفترة اللي مرقت شفت كتير فيديوهات عم تطالب حسام جنيد بالاعتذار. أولا أنا أول شخص عمل أغنية بعد التحرير تماما بيومين ونزلت على اليوتيوب بمناسبة التحرير من النظام البائد، وسميتوني ملك التكويع. وثانيا انه الانسان وقت اللي بيعتذر من اهله وبيعتذر من ربعه وبيعتذر من محافظاته وبيعتذر من بلده، هذا الشيء بالعكس بيكبره ما بيصغره. انا ابنكم الصغير، انا بعتذر من كل امهات الشهداء، بعتذر من كل ام فقدت غالي وعزيز عليها، بعتذر من كل المحافظات السورية. انا ابنكم، أنا بلاكن ولا شيء، أنتوا اللي صنعتوني وأنا اللي كبرت بمحبتكم وكبرتوني بكل أنحاء العالم وفتلت أول شغلة بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شغلة أنا بالنسبة لي اعتذارك مو مقبول. هل اعتذارك هذا يرجع أبناء أمهات الشهداء؟ تقول لي أمهات الشهداء أو اعتذر أمهات الشهداء، هل اعتذارك يرجعهم؟ أنا شوف ممكن يعني أنا زلمة يعني ممكن يعني لأنه أنت زلمة ما طخت إيدك بالدم من تظهرني، بس القلب والله يعني مستحيل أسامحك، مستحيل ما سويت مستحيل أسامحك. شو تقول أنت يا عمر؟ اي بس يا رواد الزلمه مو مطلق خيده بالدم، هو فنان نعم كان مؤيد للنظام البائد، لكن زلمه يده مو ملطخه بالدم. أنا بالنسبه لي الله يسامحه، يعني إذا الدولة وهي دولة سامحت، يعني سامحت الإنسان اللي مو إيده ومو ملطخ بالدماء، يعني هذا فنان يعني. والله أنا بالنسبة ما أقدر أسامح. شو تقول يا عمر؟ والله يعني حتى هو لو طلع او حكى، يعني هو مو الفنان الوحيد زادين طلع او حكى والتقى زادين مع النظام المخلوع السابق، بس هو كان يعني غصبا عنه زادين تقدر تقول. خلص عفى الله عما مضى يا اخي، ينسون الجماعه وخلص. يعني انت تسامحه يعني؟ ايه ليش لا يا اخي؟ يا سيدي انا مسامح كريم، ونتمنى من الشعب السوري زاد يسامح الانسان اللي ايده مو متلطخه ايده بالدم. أنا والله سامح يا رواد، سامح يا رواد.